لذوي الهمم. اهلا بك يا دكتور، اهلا صباح وسهلا الخير على فندم. حضرتك. صباح الخير حضرتك. المؤتمر اللي هو تم عقده امس هو المؤتمر الاول للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، اللي هو المنظمات الاهليه او المجتمع المدني. تمام. طيب هل التحالف ده كان موجود من زمان وده مؤتمر اتعمل له، يعني اول مؤتمر يتعمل للتحالف، ولا المؤتمر اتعمل بمناسبه التحالف؟ هو المؤتمر اولا ده كان المؤتمر الاول امس بحضور وتشريف فخامه السيد الرئيس. التحالف انشئ واطلق ميثاق التحالف في 13 مارس 2022. تمام. التحالف بيضم حوالي 30 جمعيه ومؤسسه اهليه، كويس. من كبرى واضخم المؤسسات الجمعيات والاهليه. 30 جمعيه اهليه. بينبثق من تحتها مؤسسات كتيرة قوي. بجانب اللي فيه مؤسسة من ضمن المؤسسات دي بيشرف عليها 20 وزارة و23 مؤسسة أهلية. فالتحالف جدا موجود في وسطنا، كأنه مع الحكومة أو مع الوزارات. بس الناس والوعي المجتمعي والوعي الثقافي للمجتمع المصري هو حاسس اللي فيه جمعيات وسط وفي المجتمع وبتخدم المجتمع، ولكن هو ما يعرفش ايه التحالف ده. اطلق التحالف في 13 مارس 2022 ليكون غلاف تحت مظلته 30 كيان مؤسسي ومجتمعي وخيري وتنموي بيخدم كافة أطياف الشعب لتنمية الريف المصري كل المحافظات. كويس جدا، وخاصة برضو في الصعيد، يمكن وخاصة الصعيد أو المناطق اللي محتاجة تنمية. لسه الأسبوع اللي فات فخامة الرئيس مفتتح قرية في سوهاج ومنتشر في كل أنحاء الجمهورية. دلوقتي كمان هيبقى فيه إن شاء الله، يعني في الخطة المستقبلية هيبقى فيه مفرع للتحالف في كافة المحافظات. تمام. التحالف، كلمة تحالف يعني شراكة ما بين أو تعاون ما بين الجمعيات ال30 جمعية أهلية. بالظبط، هو تعاون بين الجمعيات، تعاون وعدم تداخل للشغل بتاعهم. يعني ممكن، ما هو أصل برضو بيبقى فيه شغل مشترك أو مشابه لبعض. ما هو ده دور التحالف. أيوة. دور التحالف كان كل جمعية شغالة، ممكن جمعية تنزل قرية مثلا معينة مثلا. لا وتعمل في قرية، وتيجي جمعية بعدها بأسبوع تعمل نفس الشغل في القرية وبتدي. طب هو فين بقى دور التنسيق العمل الأهلي؟ فجي دور التحالف علشان يبقى في تنسيق بين الجمعيات دي كلها في احتياجات كل جمعية وكل مكان بيدخل فيه. بيبقى فيه جمعية معينة، يعني دلوقتي التحالف شغال بقاله 9 شهور تقريبا، على يعني في خلال ال9 شهور ضم 30 جمعية ومؤسسة. فده عمل انجاز كبير قوي علشان يضم المؤسسات والجمعيات دي كلها تحت مظله التحالف الوطني. دلوقتي التحالف بقى في قوافل طبيه، بقى في تنميه الريف المصري، توفير السلع الغذائيه. الناس عارفه دلوقتي، ابتدت تعرف يعني ايه تحالف. فخامه الرئيس امبارح اكد على الدور الحيوي والفعال للتحالف، ودعا بقيه المنظمات المجتمع المدني بانضمامهم للتحالف. والتحالف ده يعني مش يعني التحالف ده ما بيشملش كل المنظمات الموجوده في مصر. لا، في بس لسه هو دعا. ايوه طبعا، بس هو في دعوه لكل المنظمات انها تبقى موجوده. وشكر برضو كل الجمعيات اللي هي خارج التحالف بدورها التنموي. والحكومه مش لوحدها هتبقى هي الساند الاساسي للمواطن، لا، الحكومه لها دور، والتحالف والجمعيات الأهلية بدورها بجمع التبرعات والشباب التطوعي والعمل التنموي التطوعي. هي صورة من صور التكافل كده يا دكتور تقريبا، بس على أوسع شوية. يعني شوية. مؤسسة مش فرد، بس على أوسع شوية. تمام يا فندم. طيب حضرتك قلت بعض الأنشطة اللي بتعملها الجمعيات دي زي الصحة، التعليم، تنمية الأسرة المصرية في الريف أو في الصعيد. تمام. ده دور مهم جدا اللي هي العمل الخيري. طب الحاجات دي كلها بتبقى تطوعية من طبعا. الشباب. أيوة حضرتك. والتمويل ازاي بيتم؟ تمام. لانه في فتره من الفترات دي كانت ازمه الازمات في مصر، انه التمويل الخارجي اللي بيجي. فاحنا خلاص تخطينا الموضوع ده. تمام. والحمد لله الدوله بقت عارفه التمويل بيجي منين للمنظمات. اهل الخير بيتبرعوا. تمام. رجال الاعمال المصريين الشرفاء بيتبرعوا، الكلام ده بالظبط كده. طيب نعرف بقى من حضرتك ازاي العمليه بتتم، الافراد اللي موجوده او الشباب بيتطوعوا في ايه ازاي؟ تمام. هو التحالف عموما عباره عن مجموعه من الشباب. كان جه دور السيد الرئيس بتفعيل وتمكين الشباب للقيادة، وخلى عام 2022 عام المجتمع المدني وتمكين الشباب للقيادة. دلوقتي التحالف الوطني اللي بتقوده
أستاذة جامعية من الشباب، معها مجلس أمناء التحالف كلهم من الشباب. كويس جدا. مش متحيزين لأي فصيل سياسي ولا، كله أمور اجتماعية، كلها أمور خيرية. التحالف دلوقتي الجمعيات كلها خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كويس جدا. كل يعني في الدخل رقابة معروف. من طبعا يا الحكومة. فندم، من الجهاز المركزي للمحاسبات، من الهيئة الرقابة الإدارية، من وزارة التضامن، كل ده موجود وموثق، وكل الدخل بيدخل. حتى لو حضرتك حابة تتبرعي للجمعية بتاخدي إيصال او موثق. البنوك برضو بيبقى بالظبط، وأرقام رقم الحسابات حساب بالظبط يا فندم. ده اسهل لكل الناس اللي عايزه تتبرع للجمعيات الاهليه. تمام يا فندم. تمام. الشباب بقى اللي بيبقوا متطوعين داخل الجمعيات عامه، بيتم عملهم ازاي؟ وهيبقى التنسيق داخل التحالف ازاي؟ يعني مثلا هيقوموا بقافله طبيه على سبيل المثال في قريه من قرى الصعيد. تمام. هو هيسافروا دلوقتي ازاي؟ هيقيموا ازاي؟ تمام. هينتشروا ازاي؟ هو دلوقتي زي ما قلت لحضرتك، التحالف يعتبر موجود في كافة المحافظات عن طريق الجمعيات الأهلية اللي موجودة في كل محافظة. تمام. هو دلوقتي احنا مثلا هننسق جمعية قافلة طبية مثلا في محافظة الدقهلية مثلا. خلاص، هو بيبلغ التحالف، بينسق مع الجمعية. في دلوقتي زي ما قلت لحضرتك في المحافظات فروع لكيان تابع تحت مظلة التحالف الوطني. بينسق معاه المجموعة والاستاف اللي موجود داخل المحافظة دي، بياخدوا الاوردر بتاع العمل بتاعهم، وبيشتغلوا بقى. كل واحد عارف البوزيشن بتاعه، وعارف المهام بتاعته، وعارف السلايدز بتاعته هتبقى شغالة ازاي. كويس جدا. امس الرئيس دعا التحالف وكافة كيانات المجتمع المدني ان هم يكثفوا جهودهم جدا خلال عام 2023 نظرا للحالة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله ومصر طبعا. يعني الظروف اللي احنا عايشين فيها، ازاي ممكن الجمعيات انها تساهم في تنمية بقى المجتمع؟ يمكن هقول لحضرتك حاجة برضو، انه يحصل تنمية في مجال الصحة او في التعليم او في التنمية المجتمعية لأفراد الأسرة عامة، ده بفلوس. يعني طبعا. زي ما حضرتك قلت ان هي بتقديم الخدمة مجانا للمواطن. طبعا احنا دلوقتي التحالف يعني كان دخل في الرصيد حوالي 16 مليار جنيه لدعم العمل التنموي. وفخامة الرئيس امبارح دعا صندوق تحيا مصر ان هو تحيا يساهم. مصر للانضمام على لدعم، برضو دعا القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية لدعم التحالف. ففي رصيد كويس بناء على الجمعيات الأهلية اللي هي اللي تنمي الأمور بكافة قطاعاتها. في مبادرات طبعا رئاسيه كتيره، 100 مليون صحه على الجانب الصحي. مبادرات تبع مؤسسه حياه كريمه في التعليم، في البنيه التحتيه. وده كان من اهم الاسس اللي كانوا بانيين عليها، اللي احنا التحالف يكون في قلب الناس، مع الناس، حاسس بالناس. وده مش هيجي من دور الحكومه بس، لا، الجمعيات الأهلية دي موجودة بالفعل داخل القرى وداخل المدن. فهم عارفين ايه الاحتياجات بتاعت القرى دي والمدن دي، والأسر الأكثر احتياجا في القرى دي طبعا. طبعا. وخليني برضو نقول انه في كتير جدا من الأسر دي عندهم أطفال من ذوي الهمم. طبعا. يعني بما ان ده مجال حضرتك، فأكيد محتاجين رعاية خاصة. تمام. ومحتاجين ان هم يندمجوا داخل المجتمع، وعددهم مش قليل. تمام. يعني احنا عندنا تقريبا كانت احصائيه على الصم والبكم ان هم تقريبا 7 مليون، حاجه زي كده تقريبا. ايوه فعلا. هو بصراحه يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، يعني انا ما شفتش ده عبر الفترات السابقه. الدوله واهتمام الدوله بذوي الهمم، وتغيير المفاهيم وتغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم. بالظبط. لأن احنا كنا بنعاني، احنا كمتخصصين في المجال، اللي احنا بنعاني اللي الناس بتبقى عندها رهبة من ذوي الهمم، وعندهم نفور في تقبل الطفل ده، أو اللي هو يكون لا، ده إنسان، وإنسان هي مش دي يعني كده عنصرية يا دكتور؟ لا، بس احنا دلوقتي الحمد لله، ما بقول لحضرتك، احنا دلوقتي فخامة الرئيس عنده ذوي الهمم في المقام الاول من اهتماماته. يعني احنا دلوقتي ده النسخة الرابعة، الموضوع بقى مختلف تماما. النسخة الرابعة من مواد روم باختلاف. وبيحضر فخامة الرئيس، وكل سنة بيحضر، بينزل قرارات جديدة وحتمية بضرورة الدولة وتفعيل
في المدارس. ده بقى مهم في جدا، الدمج ده في المدارس اهم حاجه، موضوع دمج بالظبط. الاطفال ذوي الهمم في المدارس عشان يتعاملوا مع الاطفال الاصحاء او العاديين العاديين. بالظبط. لانه الطفل مهم ان هو من وهو صغير طبعا يعرف الطفل ده مختلف، يقدر يتعامل معاه عادي، بالظبط. يحسسه انه مفيش فرق بيني حدد وبينك. كمان نسبة للمدارس، لكل مدرسة فيها، طالما في قرية فيها ذوي الهمم بالظبط. بيعمل الاختبارات المناسبة للمدرسة، وحدد فيه فصل موجود لذوي الهمم علشان يدمجوا معاهم ويعيشوا الحياة الطبيعية. كمان فعل دور الخدمات المتكاملة مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشؤون الإعاقة. خلى فروع التأهيل على مستوى المحافظات بشكل اكتيفيتي غير طبعا الفترات الرئاسيه السابقه. تمام. فده يعني دور فعال ودور مشهود هو لفخامه بصراحة الدور الرئيس ده بصراحه. واضح جدا، يعني بصراحه في كده بعض الحاجات اللي بتبقى واضحة، وموضوع طبعا الاهتمام الدولة بذوي الإعاقة أو ذوي الهمم واضح جدا جدا. وخلى كمان الأسر اللي عندها طفل أو عندها شخص عنده إعاقة انه ما يخافش ويخبيه زي زمان. ده بالظبط. كان ايوه بيحصل زمان. ده بقى بيحصل فعلا، دلوقتي كان ما بيحصل. عندوش رهبة، ما عندوش تمام مشكلة خالص انه عنده طفل من ذوي الهمم، لان المجتمع بدأ يتقبل. بالظبط. ايوه ده غير كمان نظره المجتمع لتقبله. ده الثقافة بقى. تمام. طيب هو الوعي اتفضل. والثقافه لها دور كبير قوي، اللي احنا نعرف يعني ايه ذوي همم، واللي ده انسان طبيعي ليه حق في الحياه، وليه اللي هو يعيش عيشه كريمه وحياه كريمه زيه زي اي طفل عادي وسوي. بالظبط، بل لان كمان هو والله في قدرات من ذوي الهمم بتبقى اعلى من الطبيعي. جدا، هو اكتر من عميد الادب العربي طه تمام. حسين. تحسين. يعني ده طبعا مثال حي يعني، وهو ما كانش مولود بالاعاقه، ده هو حصلت له مكتسبه، وهو كانت صغير. مكتسبه بس تحدي غير طبيعي طبعا للانسان ان هو طبعا يقدر يهزم المشكله اللي طبعا. عنده. لا الدوله في الفتره دي بصراحه يعني عامله شغل كويس قوي مع اهتمامها بذوي الهمم. صحيح. طيب خلينا برضو نرجع تاني للعمل التطوعي والعمل الأهلي التنموي لجمعيات المجتمع المدني. تمام كان في فترة من الفترات برضو الدولة مهتمة بمحو الأمية. تمام يمكن برضو في الريف وفي الصعيد في كتير جدا من أفراد المجتمع للأسف ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. ده دوره، يعني لان الموضوع ده مهم، ده خطير جدا. ازاي انسان ما تمام. يعرفش يقرا ويكتب هيتعامل ازاي مع المجتمع؟ فعل يعني الدور ده مؤخرا برضو بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلى مش موضوع محو الأمية قاصر على التضامن الاجتماعي أو وزارة التعليم بس. لا ده خلى كمان في كيان في وزارة الشباب والرياضة مهتم، وهو كيان يعني مختص بمحو الأمية. وده بيتفعل عن طريق دور مراكز الشباب في القرى، وخريجين دلوقتي بقى دور من الخدمة العامة بعد التخرج يكون لمحو زي أمية الجيش كده. بالظبط. انه يعني حاجة لازم زي ده تقريبا ليه وده عدد. بالظبط. صح؟ كل خريج بيبقى ليه عدد لمحو الأمية، وده بيكون دور تطوعي. وعلى فكرة في ناس وخصوصا الخريجات يعني واخدين الامور دي كمان بعيد عن اللي هو امور اجباريه او الزاميه، لا واخدينها امور تطوعيه، وبصراحه عامله شغل جميل قوي كويس جدا. في يعني القرى بدأ الموضوع والارياف. يشغلهم فعلا، ان بالظبط هم عاوزين بالظبط يحققوا التارجت او هدف معين، ان هم يمحوا أمية بالظبط. عدد هو كبير. ما حتى زي ما قلت لحضرتك هو ما اقتصرش كمان، يعني ده يعني مبادره من مبادرات فخامه الرئيس، اللي هو ما يكونش مقتصر بس على وزاره التعليم او وزاره التضامن، لا دخل وزاره الشباب والرياضه علشان يكون لها دور حيوي في كويس. وسط الناس، ودور توعوي كويس جدا. وسط برضو اقناع الاب او الام رب الأسرة ان هو ما يخلفش كتير ويرمي ولاده من غير تعليم عشان يشتغلوا. ده برضو دي في ثقافة المجتمع وطبعا المصري. احنا حتى في الفتره الاقتصاديه اللي احنا بنعيش فيها ديت، يعني المفروض للأسف في يعني ناس كتير بتعمل كده. المفروض يعني لسه ما زال لحد ما هي دلوقتي ده الثقافة دي. وعي وثقافة، وده دور برضو بالتضامن برضو مع وزارة الصحة لتحديد يعني تنظيم التوعية الأسرة. بالظبط، التوعية لتنظيم الأسرة وحث المواطنين على الآثار المترتبة على الخلفة الكتير، واللي يبقى صحيح. فيه أولاد كتير. طيب أنا انفجار في الوضع سكاني بيلتهم موارد بالظبط الدولة والكلام ده كله. بالظبط. صح. حتى لو الدولة هتوفر كل ده، بس برضو احنا ما في احنا يعني بنزيد ما بالظبط بنقلش. يعني بندخل في المعدل، أزمة. هو المعدل اللي هو بيبقى مش أعلى. هيوفرها، هو بقت الحمد لله بقت وزارة الإسكان مختلفة دلوقتي عن ما كنا في صحيح. الفترات السابقة. الثمانينات اه وفي بالظبط. التسعينات طبعا كان احنا في كنا أزمة الأول السكان دي أو طبعا، أزمة واحنا بعد السكن. كده دلوقتي لا وزارة السكان بتعرض دلوقتي في شقق شقق كتير وشقق جدا كتير ومش لاقيه طبعا. اللي يسكن فيها. صح، بالظبط العكس.
يعني. بالظبط. طيب خلينا برضو نروح لماذا بعد، يعني حضرتك متوقع ايه وبتأمل ايه في الفترة القادمة من التحالف ده، وهو حضرتك قلت انهم 30 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية الى الان ومنبثق منها كمان طبعا. ايوه جمعيات كل طبعا اصغر شوية طبعا. ممكن يكون. طيب يعني احنا انت ايه بتتكلم اللي حضرتك محتاجينه؟ زي ما فخامة الرئيس قال حوالي 50,000 50,000 جمعية صحيح. بتخدم تحت مظلة التحالف الوطني. كويس جدا. اللي ايه اللي انا محتاجينه؟ ايه الانشطه اللي انتوا محتاجين ان يعني التحالف يبقى موجود؟ حضرتك شايف من وجهة نظرك التحالف محتاجها في الفتره القادمه، محتاجين تزودوا فيها اكتر؟ التحالف محتاج وعي شباب، وعي شبابي علشان يبقى هو قادر على تحديات الصعوبات اللي احنا داخلين عليها. احنا العالم كله في الفترات اللي فاتت في جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، يعني احنا بنتكلم احنا الحمد لله اقتصاديا يعني من عدي فترة اقتصادية مش علينا احنا بس، ده على دول على العالم العالم كله. كلها. صحيح. في دول كتيرة اتكشفت في جائحة كورونا صحيح. وكان لها ودول كيان كبرى. ولها كيان. صحيح. طبعا في دول كتيرة بمجرد منظومه بس طبيه بمجرد صح. بالظبط بمجرد ما احنا دخلنا على فصل الشتاء دول كتيرة ودول كبرى ابتدت ترجع للبدائيات. صحيح. خايفة من الموت. يعني دول كتيرة فيها ناس كتيرة توفوا بسبب اللي هم ما فيش المنظومه الطبيه كان فيها بالظبط خلل بس ما كانش باين. بالظبط. لكن احنا الحمد لله يعني ربنا حافظنا الحمد الحمد لله. لله، وفي قائد لينا بيسعى بكل جهد واجتهاد لرفعة الوطن والحفظ الوطن، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور بإذن الله. بإذن الله. يعني احنا متوقعين طبعا من التحالف ده ومن خلال المؤتمر الأول لهذا التحالف، تحالف العمل الأهلي أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معناه اللي هو العمل الأهلي اللي هو المنظمات الأهلية أو الجمعيات الأهلية، وهيكون ليها دور تنموي في كل المحافظات. الاماكن مختلفه وبيبقى الانشطه مختلفه، يعني مثلا الصعيد ليه متطلباته بالظبط كده، لانه بالظبط. ليه تقاليده وثقافته غير بالظبط. الدلتا او الريف المصري بالظبط غير كده، الحضر. بالظبط. ايه انت في اكتر من التحديات اللي المبادرة ممكن مثلا تواجه؟ حوالي 6465 قرية شغالين عليها بنية تحتية. بنية مساعده تحتية مع الحكومه. مساعدة طبعا مع الحكومة وتحت إشراف الحكومة. بقت 6400 يعني 465 قرية بنبدأ بنية تحتية من صرف صحي، من مستشفيات، من مدارس، من كيان تحتي لسه بينشئ. هو يعني واخد الضروريات. يعني المكان ده محتاج بنيه اساسيه بنية مثلا، تحتية تنموية علشان المواطن يعيش حياة كريمة يشتغل عليها. ومحتاجين برضو بناء ده برضو اللي الانسان محتاج في الوعي فتره للناس علشان ما تقولش اشمعنى شغالين في المكان ده واحنا عندنا لا. الموضوع مدروس، الموضوع تحت خبراء كتيرة قوي. الموضوع للأهمية، مش زي زمان الواسطة عشان معايا عندي عضو مجلس شعب او عضو مجلس نواب فهيعمل لي يرصف لي الطريق. لا، الوضع اختلف تماما عن الأول. فإن شاء الله أنا انه ده متوقع فرد لازم يبقى موجود في بالظبط كل له كامل المحافظات وقرى حقوقه، مصر. له كامل عيشته الكريمة وحياته الكريمة. تمام. التحديات اللي ممكن تقابل التحالف، التحديات هل التمويل؟ هل حضرتك قلت الاول الشباب محتاجين يكون في وعي في اكتر من وعي كده؟ طبعا، وعي طيب ده اللي احنا هنعتبره يعني تحدي بس مش كبير، بسيط شويه، مع التدريب والعمل التطوعي تمام ممكن يتحل. تمام. ايه تاني من التحديات؟ احنا الحمد لله بس نعدي الفترة الاقتصادية اللي احنا فيها دي وبعد وهيبقى كده مفيش مشكله. ما فيش اي مشكلة. تمام. لكن الحمد لله في متطوعين على فكرة كتير قوي. يمكن حضرتك انت شفتي، لو شفت في الافتتاح الاخير في سوهاج هتشوفي كم متطوعين شباب بدون اي مقابل رايحين علشان تنمية بلدنا، تنميتنا. انا كواحد من الناس متطوع في جمعية ما بدون اي مقابل، بعيد يعني كل البعد عن وظيفتي وعن عملي. انا علشان بلدي، علشان حابب بلدي، عشان خدمة بلدي. فان شاء الله وهي ربنا خدمة ييسرها. الأرض أو الوطن هو طبعا من خلال خدمة المواطن أو المواطن خدمة طبعا الناس. طبعا. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا شكرا، النهاردة. الحقيقة شكرا يا الموضوع الله يكرمك. مهم، طبعا والوزارات مش هتقدر تعمل لوحدها فعلا كل طبعا الشغل، فأكيد لازم يكون في كل الدول على فكرة. يعني موضوع المنظمات هي فكرة التكافل بس على كبير شوية أو على بالظبط كده. أشمل أو أوسع، فده لازم يكون موجود في كل الدول. مصر الحقيقة من الدول اللي فيها منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية موجودة بشكل كبير، بتعمل أنشطة كبيرة جدا. الشباب الموجودين في الجمعيات دي الحقيقة شباب
واعد ومتطوع طبعا زي ما دكتور خيرت قال لنا، ومهم جدا ان هو كمان يكثف عمله وجهوده في الفتره القادمه. حضرتك تحب تضيف حاجه تانية؟ انا بضيف بس ربنا يحفظ بلدنا يا رب، وان شاء الله باذن الله الخير جاي والتقدم جاي بسواعد شبابنا وسواعد ان شاء الله رجال الدوله اللي عاملين بالفعل من كل قلبهم لخدمه الوطن. تمام، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، شرفتنا ونورتنا. مره ثانيه مشاهدينا بنشكر الدكتور خيرت ضرغام استشاري التاهيل لذوي الهمم. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا. مشاهدينا دي كانت اخر فقره لينا النهارده في حلقتنا من صباح القاهره، انتظرونا في حلقه